السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما يا رب. في الفيديو ده ان شاء الله يا جماعة يبقى يعني ايه جولة سريعة كده عند الزرع بتاعي. زي ما انتم شايفين كده يا جماعة الجرجير اهوت، بسم الله ما شاء الله. انا زرعه في في طبق طبق كشري يا جماعة. زي ما انتم شايفين طبق صغير خالص اهوت. طبعا زرعت فيه جرجير، طبعا الجرجير بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده 10/10. انا كنت زارع 4 يا جماعة. دي واحدة اهوت، وادي 2، وادي كمان ايه جوات التالت. بصراحة يا جماعة حاجة 10/10. أنا طبعا يا جماعة موريلكم الفيديو ده وزارع في الحاجة الصغيرة ديت يا جماعة. كان ممكن أزرع في حاجة كبيرة وبزرع يا جماعة في حاجات كبيرة، بس أنا زارع في الحاجة الصغيرة ديت عشان خاطر بس أعرفكم يعني إيه. أنت ممكن تزرع في أي حاجة. جرجير أهوت بسم الله ما شاء الله وطالع 10/10. وكمان يا جماعة عايز أقولكم على حاجة، إن الجرجير الجدر بتاعه مش واطي قوي، يعني مش بينزل في الأرض قوي يعني. عشان خاطر كده أنا زرعت في إيه، في حاجة اللي زي كده اهيت يا جماعة. حاجة 10/10 بسم الله ما شاء الله. التالتة اهيت، والرابعة اهيت. بصراحة يا جماعة 10/10. تاني حاجة معانا يا جماعة زي ما انتم شايفين كده ديت يا جماعة. الحاجات اللي طالعة ديت دي بصل يا جماعة. ديت تجاوي بصل. تجاوي بصل يا جماعة، بتيجي بذور وببذورها زي ما انتم شايفين كده يا جماعة. الحب الأسمر دوت، الحب الأسمر ده دي تجاوي بصل ببذورها. وبعدين بعدين بيطلع شتلات صغيرة كده، وبعدين باخدها انقلها ايه، انقل كل واحدة من ديت لما تكبر طبعا في قصص لوحدها او في حاجة كبيرة يعني، عشان خاطر يبقى عندي بصل كتير. وطبعا يا جماعة ان شاء الله بإذن الله يعني لما البصل ده يكبر لما البصل ده يكبر بإذن الله ايه هحاول باذن الله اعمل لكم فيديو عن ايه، عن طريقه زراعه الايه البصل التجاوي يعني، وطريقه ايه نقله من قصيص لقصيص اخر. بعد كده نخش على النعناع بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده. نعناع يا جماعه 10/10. وبصراحه يا جماعه ريحته بصراحه 10/10 اهوت. طبعا يا جماعه النعناع ده انا كنت عامل فيديو قبل كده برضو عن طريقة زراعة النعناع، وفي نفس القصيص ده يا جماعة. نفس القصيص ده مش فاكر يا ده يا واحد تاني، بس كنت موريكم يعني طريقة زراعة النعناع. هي أكتر من طريقة يعني. تمام كده أهو كده يا جماعة النعناع خلاص. نخش بقى يا جماعة على بعد كده القصب يا جماعة. ده يا جماعة قصب اهوت اهو. ادي زرع قصيصين، ادي قصيص اهوت بسم الله ما شاء الله. والقصب كبر شوية اهوت. ده القصيص وده القصيص التاني اهوت. ده طالع فيه 2، واحدة هنا والتانية هنا. والقصيص ده فيه واحدة بس بسم الله ما شاء الله ايه بيطلع خلفة ايه، طلع خلفة فرح اهيت. طبعا يا جماعة ان شاء الله برضك انا ان شاء الله باذن الله هعمل لكم برضك فيديو عن طريقة زراعة القصب. تمام كده. طبعا يا جماعه انا طريقتي تاني لما عاوز اعمل قدامكم فيديو مثلا طريقه زراعه البصل او القصب او النعناع او اي حاجه بحب اعملها، بحب ازرعها، لازم بكون زارعها قبل كده. لازم اكون مثلا زارعها قبل كده وتكون قدامي، وتكون قدامي واعمل عليها ايه فيديو تكون قدامي يعني. تكون الحاجه اللي انا عامل يعني مثلا طريقه زراعه القصب، اقوم جايب مثلا جايب القصيص ده والقصبيه ديت وايه واشرح ايه واقول لكم ايه طريقه زراعه الايه القصب بحيث ان هي تكون قدامي. اتمنى يا جماعه يكون كلامي واضح كده خلاص. فاضل بقى يا جماعه هنا بسم الله ما شاء الله الايه البطاطا يا جماعه. دي البطاطا اهيت. دي البطاطا اهيت. طبعا يا جماعه البطاطا ديت برضك انا كنت برضك عملت عليها برضك فيديو قبل كده طريقه زراعتها وبعد ما والطريق وبرضك الانتاج بتاعها برضك لما هي طلعت برضك برضك خدت البطاطا بتاعتها وخدت الشتله بتاعتها يا جماعه اللي هي انت مثلا
لما بتيجي يا جماعه بعد كده بعد ما البطاطا تستوي خالص وتشيلها وتيجي تشتل بقى، عايز مثلا تقطف منها، بتقطف ايه منها، بتسيب شويه الشوشه من هنا كده وتيجي من هنا كده اهوت، وتقوم دي قاطع ديت وتزرعها، تزرع من هنا كده تزرعها، وان شاء الله هتطلع باذن الله اهوت. بسم الله ما شاء الله. صراحه يا جماعه حاجه في منتهى الروعه. نخش بقى يا جماعه على اللوف. اخر حاجه يا جماعه معانا اللوف بسم الله ما شاء الله. طلعت اهي يا جماعه وممدده على السور اهيت. طبعا هي مزروعه في الجدل ده، اللوف اهيت جذرها اهي وممدده هنا تمام كده. وكمان يا جماعه مطلعه لوف اهيت، واحده اهيت يا جماعه، وكمان واحده اهي. دي بسم الله ما شاء الله يعني شد حيلها شويه. بسم الله ما شاء الله. كده يا جماعه ان شاء الله يكون خلصت معاكم نهايه فيديو النهارده. بس هوريكم بقى بسرعه كده الزرع بتاعي من غير ما اتكلم. وبكده يا جماعه اكون خلصت معاكم نهايه حلقه النهارده. اتمنى منكم يا جماعه اي حد يكون شاهد الفيديو لحد دلوقتي يا ريت ما يبخلش عليا باللايك، ولو انت مش مشترك في القناه اشترك وفعل زر الجرس عشان خاطر يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.